الجائزة التي أصبحت موعدا ثقافيا هاما كل سنتين. يسعدنا أن نرحب بجميع الحضور، بمعالي السادة الحاضرين وبالصحفيين والكتاب والمثقفين والإعلاميين وجميع الأصدقاء. قد أصبحنا في الجزائر نشعر بأن مجرد الوصول إلى طبعة رابعة من أي تظاهرة ثقافية هو إنجاز ما بعده إنجاز ونجاح لا مثيل له. فأهلا بكم في حفل تسليم جائزة مالك حداد للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية في طبعتها الرابعة. جائزة استمرت منذ 2001 بفضل امرأة تعيش خارج الجزائر. ربما هي تحمل همنا الثقافي أكثر مما نحمله نحن، وتفكر في روائينا وفي كتابنا أكثر مما نفكر نحن. بفضل روائية كبيرة استمرت هذه الجائزة وأضحت حلما لكل كاتب ولكل روائي يبدأ رحلته الجميلة في عالم الكتابة السحري. هل يكفي أن نشكر أحلام الآن وهي أمامنا وأمامكم؟ هل يكفي أن نشكرها حتى نفيها حقها؟ هل يكفي أن نقول لها اعذرينا لأننا لا نشبه الآخرين في تمسكهم بمشاريعهم الثقافية، وأننا مختلفون كثيرا في التعاطي مع الأدب ومع الكتابة، وأن المسؤولين عندنا لا يجدون في المثقفين ما يغريهم انتخابيا؟ ها هي الطبعة الرابعة من جائزة مالك حداد، وقد أردناها خارج كل المناسبات الهزيلة والكرنفالات التي لا تؤسس لمعنى حقيقي والمهرجانات التي تذهب هباء. أردناها فعلا ثقافيا جادا وصارما تكون له انعكاسات على واقعنا، واقع الذوق والفن والجمال. أردناها فعلا منتجا لا عقيما خلاقا لا استعراضيا. واستمرت الجائزة